مساء الخير، كل سنة وانتوا طيبين، وحشتوني بجد. النهاردة هنعمل طريقة رقاق باللحمة المفرومة، وهنعمل حاجة جديدة كده هوت. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة نزلنا مكعبين زبدة، تمام، ونزلنا عليهم بالبصلة بتاعتنا، وايه بعد كده هنخليها تصفر مننا، مش هنخليها تحروق معانا عشان الحاجة ما تمررش معانا. تمام. وبعد كده نزلنا ايه بتعصيجة اللحمة، دول نص كيلو لحمة مفرومة، بس انا بصراحة مش هحط كلهم في الصينية بتاعتي. انا بحب ايه، هعمل لحمة مفرومة يبقى انا هاخد نصهم في كيس كده فرزنه في الفريزر، وقت ما اكون هعمل رقاق او جلاش يا دوبك انزل كيس اللحمة المفرومة المتعصج الجاهز دوت، ويبقى انا كده وفرت معايا وقت في يوم تاني. تمام. ونزلنا طبعا بالقرفة وبالملح، وحطينا نص كوباية مية وغطيتها، وقعدت بتاع ربع ساعة اللحمة المفرومة كانت استوت معايا. نيجي بقى هنا لشوربة اللحمة. دي شوربة لحمة حطينا عليها مكعب زبدة، وحطينا شوية ملح، وحطينا شوية ملح، حطينا شوية فلفل اسود وشوية ملح. تمام. وبعد كده حطينا بقى هنا السبع بهارات على اللحمة المفرومة وشوية فلفل اسود، وحطيت شوية ملح عشان الملح كان ناقص شوية. تمام. طيب انا دي شوربة لحمة كانت جاهزة عندي. طب احنا ممكن يبقى عندنا لحمة يكون عاملينها في يوم وخدنا منها كيس شوربة حطيناه في الفريزر. لازم الرقاق يتعمل بشوربة. طب انا لو مش متوفر عندي يعني شوربة اللحمة، وما عنديش اساسا لحمة، طيب مكعبات الماجي اللي هي مكعبات الماجي اللحمة، حطي بتاع 3 مكعبات ماجي في حلة، حطي عليهم ورق لورا، وحطي عليهم حبهان وشوية فلفل اسود وجزراية مقطعة وطماطماية وبصلاية. وبصي اعملي خلطة شوربة كده جميلة، وفي الاخر امسكيها صفيها كده بالمصفى عشان الورق اللورا والحبهان والحاجات بتاعتنا الجميلة ديت. وبعد كده نبقى احنا عملنا كده شوربة جاهزة. تمام. نيجي بقى هنا للرقاق بتاعنا. احنا طبعا شربناه خالص كده هوت بالشوربة، وحطيناه، وحطينا المكسر معايا شويه كده حطيناه في النص. بصي مش هيقول اي حاجه، سمي الله انت بس كده هوت، حتى لو اي حاجه مكسره منك حطيها كده في النص وسمي الله كده هوت، والحاجه هتطلع معاك ان شاء الله كويسه جدا. تمام. حطينا نص تعصيجة اللحمه المفرومه، وشيلنا الباقي في كيس حطيناه في الفريزر ينفعنا الوقت تاني. تمام. وبعد كده ايه شربنا طبعا الشوربه كلها ببقيه الرقاق، وحطيناه ايه على اللحمه المفرومه. انا الصينيه دي خدت معايا 8 رقاقات بالظبط. انت لو حباها ان هي تكون سميكه شويه عاليه ممكن تحطي 10 رقاقات، يعني 5 تحت و5 فوق. بصي انا مش مشربه الرقاق قوي، تمام، عشان اعرف امسكه واحطه كده هوت الرقاق ما يبقاش يتكسر مني. كل ما هتشربي الرقاق اكتر هتلاقيها فتفتت معاكي واتكسرت، مش تعرفي اساسا تحطيها. تمام. انت دوبك تشربيها كده من ناحيتين وخلاص. على كده حطينا نص كوبايه شوربه، وحطينا عليهم شويه لبن وبضايه وشويه فلفل اسود وشويه ملح. طب انا لو مش متوفر عندي لبن ما تحطيش لبن براحتك، بس انا بحب دايما بصراحه اعملها كده. تمام. يبقى تحطي شوربه بس كده خالص، ما تحطيش اللبن، بس تسيبيه يبرد خالص ويهدى معاكي، وتحطي البضايه، علشان طبعا لو انت البضايه حطيتيها مع الشوربه تكون لسه نازله من على النار هتلاقي البضايه من جوه اتسلقت. تمام. حطينا بقى دلوقتي خلاص الشوربه باللبن بالبضايه، وحطينا شويه فلفل اسود وشويه ملح، وحطيت مكعبين زبده على الوش كده هوت. تمام. لازم طبعا بقى نظبط الحاجه كده اهو، وحطيناها في الرف اللي في النص. ولو القطرف بتاعتك استوت تولعي الشوايه وتطفي تحت، وتبقى كده خلاص جاهزه معايا. نيجي بقى هنا الرقاق معايا دوت. انا حبيت ان انا ايه اعمل صاج رقاق صاج جلاش بالرقاق بالجبن. تمام. انا حطيت الجلاش بتاعي كان مقطع عادي، ولا يفرق معاكي اي جلاش مقطع هينفعنا في الوصفه ديت. هدهن بقى كده هوت بالفرشه كده هوت زبده. تمام. ولو انتي مش حابه تحطي زبده ممكن زيت ذره كده هوت، او زيت زيتون، زي ما انتي عايزه. كده كده الوصفه دي اساسا احنا عاملينها بالجبن. تمام. وبعد كده الرقاق بتاعي اللي اتبقى اللي هم ال4 رقاقات، انا قلت بقى هفضل بقى مخليهم كده على جنب على ما اكمل تاني. لا، تعالوا بقى كده استخبوا كده هوت بقى في وسط الجلاش. تمام. وهقول لك دلوقتي بصي الوصفه في الاخر اتقلبت معايا بقى، تقولي فطير مشلتت، تقولي بقى معايا حاجه كده جميله كده مورقه كده. حطينا بقى الجبنه الفيتا دهنتها كده هوت كلها كده هوت على الرقاق.
زي ما انت شايفة. ولو ما عندكيش جبنة فيتا ممكن تحطي اي جبن زي ما انت ما عايزة. تمام، حطينا بقية الرقاق المتقطع معايا دوت، وبرصه كده رصة جميلة كده هوت. تمام، وبعد كده هدهن بالفرشة الزبدة او الزيت او زيت زيتون حسب ما انت ما تكوني عايزة. تمام، وبعد كده هحط بقية الجلاش بتاعي. بصوا مقطع، ولا يهمك ولا يهمك، حطي بصي كده هوت، وفي الاخر هتشوفي النتيجة في الاخر ما شاء الله. سمي انت بس كده بالله والحاجة هتطلع معاكي ان شاء الله كويسة. حطينا بقية الزبدة بتاعتنا. تمام، جينا بقى هنا هوت هنسقي بقى طبعا الرقاق والجلاش دوت بشوية شوربة، وعليهم شوية فلفل اسود وحاجة بسيطة كده من الملح، وهنزلهم دلوقتي كده على الصاج بتاعي كله كده هوت. تمام، وبعد كده همسكه بقى ايه اقطعه. حاجة كده جميلة كده بصراحة، كان مقرمش وحاجة كده بجد تحفة. ممكن تحطي اي جبن انت عايزاها، تحطي جبنة رومي مبشورة حسب بقى ما انت عايزة. بصي كده الرقاق بتاعنا جاهز اهوت. هحط عليه بقى طبعا صينية تانية عشان انا ببقى حاباه طري شوية كده من جوه. طب انا لو مش عايزاه طري وعايزاه مقرمش ما تحطيش الغطا بتاع الحلة ولا الصينية. كده خلاص قطعنا الرقاق بتاعنا. طريقة بجد هتعجبك خالص وجميلة. بصوا تحفة، بيتكلم لوحده والله ما شاء الله. بصوا طري بقى كده من جوه، واللي فوق اللي على الوش دي مقرمشة، يعني كده حاجة بسيطة. دول كده عملوا معايا 8 رقاقات بالظبط، لو انت حابة تزودي في العدد براحتك. تمام، دول خدوا بالظبط كده معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، وما شاء الله اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة كده مليانة هيت. تمام، وخدنا طبعا بقية اللحمة المفرومة تنفعنا ايه في وقت تاني يوفر معانا كوقت. تمام، طريقة سهلة خالص وجميلة. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب، ويا رب كل اللي عنده أمنية نفسه ربنا يحققها له إن شاء الله، ربنا يحقق لكم كل حاجة يا رب. وبكده خلاص الجلاش بتاعنا خلاص خرج. بصي مقرمش من على الوش وتحفة بجد جميل وحياة ربنا. حطينا الرقاق في النص اهوت، ولا بان ولا اي حاجة. طريقة لذيذة خالص وهتعجبك بجد، اللي هي طريقة اللي هي الجلاش اللي هو بالجبن دوت. بصي مقرمش من تحت ومن فوق وطري طبعا من جوه. هوريكي دلوقتي. بصي مورق عامل زي الفطير، تقولي بقى فطير مش هلتت، تقولي بقى بصي يعني هو بصراحة كان حلو جدا. بصي جميل جميل خالص، طري من جوه اهو مورق عامل زي الفطير والله المشلتت، كان طعمه حكاية والله. طبعا طريقة سهلة خالص. وطبعا بقى ودينا طبق لست الحبايب، طبعا بتبقى شايفة الفيديوهات بتاعتنا بتبقى عايزة تدوق الحاجة بتاعتي الجميلة ديت. بصوا طري ازاي، هوريك اهو طري كده مورق. بصي حكاية بجد تحفة، يا ريت تجربيه بجد. طريقة لذيذة خالص وبجد يعني انا لفة الجلاش ديت ما كنتش عارفة اعمل بيها ايه، وعندي نص علبة جبنة فيتا. ده الرقاق بتاعنا اللي خلص اهوت المورق الجميل. بصوا يفتح النفس والله بجد، طريقة سهلة خالص. ويا رب يكون الفيديو الجميل دوت عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.